بتذاكر ايه او بتشوف ايه او بتتفرج على ايه فيطور مستواك ايه. حلو. فاول حاجه عندنا السوايب فايل. احنا هنفتح كل واحد من دول ونشوفه بشكل اكثر تفصيلا يعني. السوايب فايل، ايه سوايب فايل؟ سوايب فايل هو انك تعمل جوجل شيت او تعمل جروب على واتساب، اي حاجه، اي مساحه سهل ان انت تاخد فيها سكرين شوت وترفع، او انك تاخد لينك وتحطه عليه لحد ما تحب ترجع له بعد كده. فالسوايب فايل انك تعمل ملف كده فيه تجميعة لاحلى حاجات بتشوفها. اعلان حلو شفته، اد حلو لشركه شفتها وانت بتقلب في فيسبوك او تيك توك او ايا كان، اعلان مثلا او لاندنج بيج حلوه شفتها، ويب سايت مبهر بالنسبه لك، حاجات زي كده. طول ما انت بتدور بتجمع في السوايب فايل ده. فهو من الحاجات المهمه جدا اللي بتسهل عليك بعد كده الشغل. وده اول تمبلت هديه لكم النهارده، ابعتها لكم على الجروب عشان نبدا نملاه واحنا شغالين، وانتوا يبقى دايما معاكم مرجع لاي افكار بتبقى قدامكم. طيب، الاد لايبراري ده ايه؟ ده لما تدخل البيدجات بتاعت فيسبوك، والله انت لقيت بيدج منافس فتدخل عنده، هتدخل تلاقي الاد لايبراري. هنشوف ده بشكل عملي دلوقتي. الاد لايبراري دي فيها كل الاعلانات اللي هو مشغلها دلوقتي حاليا، الفتره الحاليه هو مشغل مثلا 5 اعلانات، مشغل 100 اعلان، هتشوفهم، هتشوفهم من الاد لايبراري بتاعت فيسبوك. ادز اوف ذا وورلد، ده دول بيجمعوا الاعلانات اللي واخده جوائز، هم نفسهم اصلا اوورد بالنسبه يعني يكون اعلانك اترفع عليها فده تكريم يعني. فادز اوف ذا وورلد بيجمع الاعلانات اللي واخده جوائز في مختلف الدول. الاعلانات دي تشمل اعلانات التلفزيون وتشمل اعلانات حتى الديجيتال اللي فيها ديزاين كرييتيف حاجات كده، فبتبقى موجوده هنا. فممكن تشوف الدوله مثلا، وليكن انت جالك شغل في السعوديه ومحتاج تدور في اندستري معينه على اعلانات، اعلانات المستخدمه في الاندستري دي. ادز ذا وورلد واختار السياق بتاع الاحداث واللي انت عايز تجيب منه الاعلانات وهتلاقي فيه كتير. ده للايميلات، ايميلات كده متجمعه لك، تحفه. هوريكم برضو الويب سايت اسمه ايميل جيت ريدي ايميل او حاجه زي كده. فبرضه هتلاقوا نفسكم ايه بتجمعوا الايميلات، او بقى عندكم ريفرنس فيجوال، عينك شايفه اتفرجت على ايميلات كتير. فلما يجي لك شغل ايميل ماركتنج وده من اعلى الشغل في السوق، تبقى عندك برضو ايه، عندك الريفرنس اللي ترجع له. طبعا تيك توك كريتيف سنتر لاي افكار ريلز، اي افكار جديده عايز تعملها، ادخل على تيك توك كريتيف سنتر وجيب ملايين الافكار الترندي واللي واخده اعلى معدلات فيوز وواخده اعلى معدلات كونفرجن حتى. يعني هو بيجيب لك كونفرجن ريت، معدل البيع بتاع الاعلان بتاع الفيديو، وبيرتبهم لك، فاهم؟ فخطير. فانت لو شغال تيك توك، لو هتعمل ادز على تيك توك، لو عايز تجيب افكار للريلز مختلفه، تيك توك كريتيف سنتر تحفه. بنترست ده ملك معاك، ده كده اساسي معاك في اي حوار. ليه؟ انت اولا مطلوب منك تسلم دايما بريف للديزاينر. طب هتجيبه منين؟ اول حاجه قدامك بنترست، هتدخل لبنترست تجيب منه الريفرنس للديزاين. بيهانس، بيهانس حلو جدا كتغذيه بصريه ليك وكالهام. فين؟ في الحته بتاعت ان انت مثلا مستهدف سوق معين وعايز اشوف السوشيال ميديا كونتنت بتاعتهم عامله ازاي، الوانهم، طرق كتابتهم، الطرق اللي هم بيحبوها في شكل الميديا بتاعتهم. فطبعا هتدخل تختار نوع الميديا اللي انت عايز تتغذى عليها وتشوفها، وتبدا تشوف ايه، تشوف الاعلانات اللي طالعه لهم او السوشيال ميديا بتاعتهم. كمان بيهانس من الحاجات الحلوه فين؟ لو عايز تتفرج على كامباني بروفايل، فما تروحش تدور على بنترست مش هتلاقي حاجه، ولو دورت على جوجل مش هتلاقي حاجه. فانت محتاج تدخل بيهانس نفسه وتختار كامباني بروفايل من الفلتر، وتختار الدوله، وتتفرج على كامباني بروفايلز مختلفه وكرييتيف وفيها وفيها وفيها. فبيهانس من الحاجات الحلوه جدا اللي هتشكل لك ريفرنس محترم بعد كده. السوايب فايل، وده غير ده انت بتعمله بايدك. السوايب فايل ده ويب سايت بيجمع لك بقى ايه، حاجات وينر من وجهه نظره في اندستريز مختلفه، ادز وايميلات وغيره، براندات وكل حاجه. فسوايب فايل حلو جدا. ادول برايم هم منصه توكس. توكس في الميديا، في الماركتنج
والميديا باينج والكونتنت وهكذا. منصه اشتراكها غالي، 10000 جنيه في الشهر حاجه كده. بس المهم هم عندهم النيوز ليتر فري. النيوز ليتر اللي بيعملوها كل اسبوع بيبعت لك ادز وانجلز جديده وفريش تعرف تستخدمها انت في الشغل اللي في ايدك. وطبعا بقى شغل ايه، اسواق